السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي مصرية عايشة في تركيا، لو اول مرة تشوفوني. النهارده بقى جايبه لكم كده بفيديو كده. بصوا يعني حاجه كده تحفه تحفه تحفه. مناسب قوي للمدارس. اللانش بوكس، انتوا خلاص بقى بدأتوا خلاص في مصر المدارس، كل سنه وانتوا طيبين. احنا طبعا بدأنا من شهر، لكن عايزه اقول لكم التحضيرات دي انا بعملها باستمرار وقت الدراسه بتاعت الولاد. بصراحه بتخفف من عليا بقى عبء. كل شويه هعمل سندوتشات ايه، كل شويه هحط الدودو في اللانش بوكس بتاعها ايه، واخواتها طبعا كبار بياخدوا برضو معاهم مخبوزات بقى وسندوتشات وحاجات من دي. ف... فبيوفر عليا بقى التحضيرات دي كلها، بتوفر عليا بصراحة تفكير، يعني عناء التفكير دوت اكتر بكتير من المجهود بصراحة. يعني بخلص نفسي كده وبعمل شوية حاجات بتنفعني بصراحة للأسبوع، وما بشيلش هم بقى الصبح هعمل ايه والكلام ده كله. هنبدأ أول حاجة بخبزة حلوة قوي 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 قوي، عملتها معاكم قبل كده هوت في الفيديو. في فيديو في القناة اسمها خبز الفوكاتشا. حلوة قوي قوي، مخبوز تحفة ومش مرهق خالص، وريحته حلوة جدا جدا وبسيط قوي. هقول لكم على المكونات بتاعته. طبعا الكلام خدنا كده وانا شغالة زي ما انتم شايفين. هو عبارة عن نص كيلو من الدقيق. بحط عليه رشة ملح بسيطة، وبحط معلقة سكر كبيرة، وبحط باكت خميرة، وبنزل على نص كيلو الدقيق 400 جرام مية. تمام. يعني ما تقوليش بقى ان كمية المية كتير. لا، هي مش كتير. هو الخبزة دي بتتعمل بالطريقة ديت بالظبط. مية عادية خالص من الحنفية، ولا هي فترة ولا هي ساقعة ولا اي حاجة. ماشي. وطبعا عشان يعني تبقى غنية شوية، حطيت لها معلقتين كبار من الزبادي. قعدت اقلب فيها طبعا مش هينفع تقلبي فيها بايدك لان هي سايله كده زي ما انت شايفه. فبتقلبي بمعلقه كده تكون قويه شويه، ستانلس او خشب او سباتيولا بتاعتك لو هي قويه شويه. وبتسيبيها تريح 10 دقائق. بعد ما بتريح 10 دقائق بتنزلي عليها بمعلقه صغيره من الملح ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. وبتسيبيها تريح نص ساعة. لما تسيبيها تريح نص ساعة، بصوا هي العجينة دي معتمدة على التخمير. يعني هي أساسا ما فيهاش مكونات كتير ومش متعبة خالص في العجن لأن هي سايلة زي ما انتوا شايفين كده. لكن هي كل ما تريحيها وتسيبيها يعني كل ما بتاخدي منها نتيجة أفضل. ماشي. بعد ما تريحيها العشر دقايق بتريحيها نص ساعة، وبعد كده بتبلي ايدك بالزيت وتحطي معلقة زيت، لأن هي معتمدة الخبزة دي على زيت الزيتون، على الزيت. ما عندكيش زيت زيتون عادي ممكن تستبدليه بالزيت النباتي، لكن هو يفضل بزيت الزيتون الأصلية. يعني الطريقة الأصلية أصلا بتاعتها بتاعت زيت زيتون. تمام تمام. بتبلي ايدك بقى وبتنقليها من البوله اللي انت عجنتيها فيها للصينيه بتاعتك. هي سايله كده زي ما انت شايفه، فانت تحاولي تبلي ايدك بالزيت، وتحاولي يعني تظبطي وشها كده. وتفضلي بصي بالاطراف بتاع الصوابع كده تنغزيها كده زي ما انت شايفه كده. هي شكلها بيبقى بالمنظر ده. هسيبها برضو واغطيها 10 دقايق كمان. تمام. هتلزق كده في الكيس، ما متقلقيش خالص. يعني هي اساسا العجينه كده تحسي ان هي بتلزق، فده طبيعي جدا. ماشي. ظبطيها برضو بصوابع ايدك تاني. وهنبدأ دلوقتي في نحط التوبنج بتاعها دوت. ممكن براحتك خالص، ممكن تضيفي له اي اضافات انت عايزاه. الاساسي بتاعها خالص، الاساسي هو الزيتون والروزماري الفريش، بس انا طبعا ما كانش عندي فريش فانا استخدمت اللي هو المجفف. والطماطم، شرايح الطماطم يفضل برضو اللي هي التوميتو شيري الصغيرة دي. لو مش عندك توميتو شيري اعملي زي ما انا عامله كده. اخترت اصغر طماطم عندي وقطعتها انصص، وهي الطماطم بتبقى ظاهره فيها كده زي ما انتم شايفين. والزيتون طبعا بتخليه لو هو مش مخلي، او لو عندك انصاص بتوزعيه كده زي ما انت شايفه. عايزه بقى تضيفي اي اضافات ضيفي. يعني انا هقول لكم على الثوابت اللي موجوده، اللي هو الزيتون زيت الزيتون والزيتون والطماطم والروزماري.
انا بقى بصراحه زودت الفلفل الاخضر دوت عشان اعلي من قيمه المخبوز كده الغذائيه، وعشان طبعا يعني ايه تبقى يعني حشوه كده يعني غنيه كده. فكان عندي سلامي قطعته مكعبات كده صغيره زي ما انتم شايفين، وقطعت فلفل كده صغير، بجيب الفلفل اللي هو الطويل الرفيع ده بقطعه كده حلقات وبرشه كده زي ما انتم شايفين، وعلى الوش بقى حطيت الروزماري المجفف كده زي ما انتم شايفين. خلاص كده المخبوز بتاعي خلص، وشكله تحفه، لوحه كده فنيه. وبصوا نص كيلو دقيق، يعني نص كيلو دقيق عمل لك الفطيره الكبيره ديت. ينفع طبعا تقطعيه سلايس كده، تقطعيه قصدي مربعات كده، وتحطي في اللانش بوكس، تحطي في شغل في البوكس بتاعك وانت رايحه الشغل، كسناكس يعني ليكي. حلو جدا جدا، بيدخل الفرن كده زي ما انتم شايفين على درجة حرارة عالية، وبيطلع زي ما انتم شايفين كده بالظبط. شكله تحفة وطري، ريحته مش عايزة اقول لكم رهيبة رهيبة رهيبة. عايزة على فكرة تضيفي بصل ضيفي، عايزة تحطي بقى جبنة موتزاريلا او كده براحتك، لكن كده هتقلب معاكي بيتزا. بس هي دي طريقتها الأصلية، حلوة جدا ورهيبة. جربيها والله العظيم مش هتبطلي تعمليها. ماشي، خليكم معانا لسه في وصفات كتير، استنوا معانا لاخر الفيديو. بقطعها بقى كده، عايزه اقول لكم فيها سنه قرمشه من بره، ومن جوه طريه كده. بصوا 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 لما بتريحي العجينه، بصوا والبابلز اللي هي بتعمله ده، بصوا هو ده السبب في ان العجينه بصوا بتتنفس كده، تحس ان هي عجينة رهيبة بصراحة. يعني شكلا وريحة وطعم، يعني بصوا فيها كل المميزات اللي تحلموا بيها. شكلها حلو جدا، تقدري تقدميها في عشاء، تقدري تقدميها كضيافة، يعني عشاء خفيف كده مع صحابك. تاني مخبوز معانا المخبوز التحفة القمر السكر اللي انتوا شايفينه ده، حلو جدا، سهل قوي، مفيهوش اي حاجة. هي فطاير كده محشية بقى اي حاجة انت، اي حشوة انت عايزة تعمليها. انا هعمل بالحشوات اللي انتوا شايفينها دي، حشوة بسيطة جدا وصغير يعني، حبات صغيرة مش هتاخد منك كميات كبيرة. الاول اللي عايزه اقول لكم ان انا معايا 6 كوبايات من الدقيق، الاكواب المعياريه اللي انتوا شايفينها دي. والدقيق دقيق متعدد الاستخدامات العادي خالص بتاعنا الابيض. انا بحط الدقيق طبعا، اي مخبوز احنا متفقين ان اي مخبوز بنستخدم الدقيق فيه، يبقى لازم اسمها ايه، ننخل الدقيق كويس جدا. وما ننساش طبعا رشه الملح الاساسيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا هحط النهارده المكون برضو من ضمن الاساسيات زعتر، الزعتر المجفف. حلو جدا، مغذي جدا على فكرة، ومفيد جدا في الشتاء، سواء بقى في مشروبات، سواء في معجنات، فبيبقى حلو جدا جدا. وعايزة اقول لكم ان هو رهيب. تمام تمام. بصوا انا معايا كوباية بصوا، ما دول كوبايتين، لكن انا الصراحة استخدمت كوباية ونص، كوباية ونص من المية. الفترة خالص اللي هي عاملة زي دموع العين كده، اللي هي اساسا يعني حاجة كده بسيطة خالص 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 في ان هي تبقى دافية. ماشي، بحط عليها معلقتين من السكر، وحطيت باكو خميرة، وحطيت كمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. تمام تمام. هحط معلقتين من الزبادي، والميه بتاعت الزبادي على فكره رهيبه، ما تستغنوش عنها ابدا، يعني لو هي موجوده ضيفوها في المعجنات بتاعتكم عادي خالص. ماشي، ومعايا بياض بيضه. ماشي، هنزل بقى ايه بالسوائل بتاعتي كده على العجين واحده واحده كده. بصوا عايزه اقول لكم من 6 كوبايات من الدقيق هتطلعي كميه حلوه جدا من المخبوزات بتاعتك، والكور كمان اللي احنا هنعملها، او الفطاير اللي هي بتاعتنا دي المنفوخه، عامل شبه الكايزر كده شويه، ومحشي وحاجة كده رهيبة رهيبة رهيبة، طرية وريحتها حلوة جدا، والحشوة بتاعتها مناسبة جدا، وطعمها رهيب والله العظيم، حاجة كده جميلة قوي. ماشي، العجينة طبعا مش هتاخد منك مجهود خالص، لان هي بتلزق بسيط كده، يعني تفضلي تضيفي شوية سوائل سوائل بالراحة بالراحة كده لغاية ما تاخدي عجينة لينة وبتلزق بسيط خالص. تمام تمام. تعجني بقى فيها كويس قوي. احنا متفقين ان اي عجين بيتعجن كويس قوي بيطلع لك نتيجة حلوة جدا، وبيطلع لك اساسا المخبوز بتاعك بيبقى هش كده وطري، ولو بات ما بيجلدش معاكي، ما بيكتلش كده. كل ما تخبزي كل ما تعجني في الحاجة كويس قوي، تحسي ان هي بتديكي نتيجة افضل. انا طبعا بحب استخدم الرخامة بتاعتي كده في العجن بصراحة، بحس ان أنا يعني
بطلع نتيجة افضل بكتير من ان انا اعجن في الطبق ده، خصوصا الطبق ده. انا عندي واحد تاني اكبر ممكن بعجن فيه، بكمل فيه عجن عادي، لكن ده بحس ان هو صغير شوية، فبفضل ان انا اعجن بصراحة واكمل عجين يعني على الرخامة. بصوا بتمط بقى ما شاء الله، بتمط وحلوة ازاي، عملت عرق، وهتطلع لي ان شاء الله احلى مخبوز والنتيجه تحفه. بصوا بتلزق، ها ما تقلقوش خالص لو بتلزق، ما تضيفولهاش زيت ولا تضيفولها دقيق تاني، هي كده مظبوطه جدا. ماشي، هلمها بقى كده في البوله بتاعتها، وهغطيها، احط على وشها بقى نقطه زيت وهغطيها. بصوا بصوا شكل الزعتر فيها تحفه تحفه تحفه. هحط بقى على وشها الزيت كده زي ما قلنا، وهغطيها وهسيبها بقى تختمر براحتها خالص لغايه ما تضاعف حجمها كده زي ما انتم شايفين. ههبط الاختمار بتاعها، هفرش بقى المفرش السيليكون بتاعي كده، وهبدا ان انا الم العجينه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. انا كنت بوريكم بس هي قد ايه مش بتقطع، قد ايه ليها عرق، لان انت لما تعجني فيها كويس جدا وبتعملي لها العرق بتاعها بتبقى مظبوطه جدا. هاخد بقى اشتغل في الايه، في العجينه كلها. ماشي، هديها رشه، طبعا عشان هي بتلزق فانا هستخدم الدقيق في ان انا افرد بيه. حطيت شويه كده من الدقيق بسيط برضو، وهبدا بقى ايه افرد في العجينه كلها. ماشي، هفردها كده قدامي. طريقة حلوة جدا وموفرة على فكرة في الوقت، ومبتاخدش منك مجهود، مش تعملي مثلا وحدات 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 وتفضلي تعملي واحدة واحدة، لا انت بتفرديها كده كلها مرة واحدة كده زي ما انت شايفة. وبتبدأي تحطي التوبينج بتاعك، اي حشوة انت حباها ممكن تعمليها. انا استخدمت بصوا الفلفل الالوان، قطعته مكعبات رفيعه خالص خالص زي ما انتم شايفين، وكان عندي زيتون، عارفين الزيتون اللي هو المحشي بالفلفل ده، قطعته برضو شرايح كده حلو جدا. الالوان رهيبه بصوا. وكان عندي سلامي برضو متقطع كده زي ما انتم شايفين رفيع برضو كده، نفس المكعبات. دودو بتعمل لكم قلب وفردته كده ووزعته على سطح العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ايه اقفل العجينه بتاعتي، اعملها رول كده. رول هيبقى كبير شويه طبعا، لان العجينه كلها ايه انا استخدمتها كلها، ما قسمتهاش ولا حاجه. حابه لو هي كبيره على ايديكي وحابه تقسميها براحتك خالص، بس تمشي بنفس الطريقه كده ونفس الخطوات. بعد ما ظبطتها بقى وقفلتها كويس جدا، هبدا اقطعها بالسمك اللي انا احبه. يعني السمك اللي انا احبه، لو انت حابه الكوره تبقى اقل من كده شويه قللي شويه في القطعيه بتاعتك. بصوا انا هقفل بقى من الجنب ده ومن الجنب ده، خلاص بقت كوره عاديه خالص، بس بقت محشيه. لو لقيتي اجزاء من الفلفل او الزيتون واضحه معاكي، سيبيها، بتدي منظر حلو جدا وبتبقى رهيبه. عايزه اقول لكم، فاكرين بياض البيضه اللي خدناه في العجين؟ انا هاخد بقى الصفار دلوقتي اضربه بمعلقه حليب، لو عايزه تحطي حبه خل اي حاجه. جهزت طبعا اللي هو التلميع بتاعي، وحطيت شويه من الزعتر برضو لاني هحطه على الوش. وهلمع بقى دلوقتي الوش بتاعها بعد ما سبتها استريحت حوالي من 5 ل10 دقايق، وغطيتها. وبعدين دلوقتي هلمع الوش بتاعها، وهنزل بقى بالزعتر المجفف على الوش كده زي ما انتم شايفين. لكم ان تتخيلوا ريحة البيت بتبقى عاملة ازاي. ودي المعجنات بتاعتنا القمر بعد ما طلعت، هوريكم دلوقتي قد ايه هي هشة. بصوا بصوا، رهيبة رهيبة بجد، جربوها على ضمانتي. بصوا من جوه قطنية، والحشوة بتاعتي رهيبة، وطعمها حلو جدا، ريحتها فظيعة. في اللانش بوكس بقى تحطي لابنك واحدة ولا اتنين على حسب ما هو ما شاء الله بياكل. ولادك الكبار مثلا نفس الكلام. لو فاضة عندك حاجات ممكن تحطيها، تسيبيها تهدى خالص، تحطيها في اكياس تلاجة، تفرغيها من الهواء وتسيبيها في الفريزر. وقبل ما تطلعيها بتطلعيها قبليها بليلة او الفجر، لو هتصلي الفجر، وتسيبيها قبليها ب3 ساعات ولا حاجة ولا ساعتين على بال ما بينزلوا المدرسة. وتطلعي بقى احتياجك وتشيلي الباقي في الفريزر، هينفعك هيوفر معاكي وقت ومجهود. انا بصراحه لما بعمل المخبوز ده وهو طازه كده بحب اشربه مع شاي بالنعناع جدا جدا. انتوا عارفين انا بحب الشاي بالنعناع قوي. فبصراحه عايزه اقول لكم، يعني انا من عشاق المعجنات بصراحه، مش عارفه ابطل الموضوع ده. نفسي ابطله مش قادره بس ان شاء الله باذن الله يعني الواحد يعني ياكل نفسه فيه بس يقنن شويه. خلصت
المعجنات بتاعتنا القمر، هندخل على الحلو بقى. يا حلو انت يا حلو. بصوا بقى، انا هعمل النهارده كب كيكس شوكولاته، وهعمل قالب برضو كده تقطعيه سلايس برضو كده للفطار برضو. انا معايا 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ، لو حباتك صغيره، لكن لو حبات البيض كبيره ممكن تستخدمي 3 بيضات مع 2 فانيليا. هضرب بقى ايه البيض مع الفانيليا كده زي ما انتم شايفين. ولو عندك سايله برضو ممكن تستخدمي السايله. بنزل بكوبايه السكر، كوبايه السكر بتديني طعم مظبوط للسكر. اما لو بتحبي السكر يبقى زايد شويه ممكن تزودي ربع كوبايه، وده حسب الرغبه يعني. انا استخدمت كوبايه من الحليب، وهحط نص كوبايه من الزبادي. لو انت عايزه تستبدلي الزبادي بنص كوبايه حليب تاني تمام، لو مش عندك يعني زبادي. ماشي، بس الزبادي بيدي طراوه كده وبيخليها هشه كده وحلوه. ماشي، هضرب بقى الكلام الجميل ده كله، وهنزل بنص كوبايه من الزيت من الاكواب المعياريه. لكن لو انا استخدمت اللي هي كوبايه الشاي التركي دي، حطيت 3/4 او حطيتها كامله، وحطيت معلقه من الخل. هضرب بقى الكلام الجميل ده كله بالميكسر، لو مفيش ميكسر بالويسك العادي خالص خالص خالص. هاجي بقى المكونات الجافة عندي. انا معايا 2.5 كوباية من الدقيق، هنزل عليهم باكو بيكنج باودر. وهنزل بالنص الباقي، هما المفروض 3 اكواب، حطيت 2.5 دقيق، وهحط نص اللي فاضل من الكاكاو الخام الغير محلى. ولازم يتنخل كويس جدا جدا، لانه بيبقى يعني فيه تكتلات كده شوية، وبيبقى فيه زي كور صغيرة كده. لازم ايه افككها او افكها بالمعلقه كده زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى ايه الاول اخلط المكونات الجافه بالسايله كده قبل ما اضرب بالميكسر، علشان ما بهدلش الدنيا طبعا من الغبار بتاع الدقيق دوت وانا بضرب. طبعا لو وصلك الفيديو ووصلت لغايه هنا معانا في الفيديو، يا ريت ما تنسيش اللايك، وما تنسيش الكومنت الجميل اللي انا مستنياه منكم، اللي دايما بيشجعني. بشكركم جدا 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 الفتره اللي فاتت دي على دعمكم ليا، وعلى كلامكم الجميل اللي انا ما اقدرش ابدا بصراحه يعني عايزه اقول لكم قد ايه هو اثر فيا واداني طاقه ايجابيه. وبصراحه ربنا يخليكم ليا ويديمكم يا رب نعمه في حياتي كلكم، وما تحرمش منكم ابدا 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 يا رب. وطبعا الناس اللي اشتركت جديد اهلا بيكو. بجد بجد عايزه اقول لكم والله انا محظوظه بيكو، وربنا يخليكم ليا، ودايما تبقوا داعميني دايما، وداعمين القناه. واتمنى ان انا افيدكم دايما حتى لو بحاجات بسيطه خالص. ونشجع بعض دايما، ومع بعض يا رب دايما في الخير، اللهم امين يا رب العالمين. خلصت طبعا الخليط بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وحطيت الاكواب السيليكون كده في مكانها، وهبدأ بقى انزل بالخليط بتاعي. بملاها حوالي 3/4، وده القالب بتاعي حطيت فيه ورق زبدة، وهنزل ببقية الخليط كده. طبعا الكب كيكس دي للمدرسة، لكن دي بقى بصراحة ايه، انا كنت عاملاها كده عشان ايه الفطار يعني. جنب النسكويك، جنب الشاي بلبن، جنب الشاي يعني اي حاجة، او جنب النسكافيه اللي حابب يعني ياخد زي ما هو عايز. مش عايزين بقى ننسى الذكر والاستغفار، مش عايزين ننسى الدعاء، مش عايزين ننسى الصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا ان شاء الله يرزقنا الطاعة والثبات على الطاعة يا رب، اللهم امين. طبعا اي معجنات حتى الكيك بيدخل على درجة حرارة عالية، رف اوسط، انا بفضل مراقباه. بصوا دي النتيجة التحفة اهي. زي ما انتم شايفين الكيك طالع من الفرن، وعايزه اقول لكم الريحه رهيبه رهيبه رهيبه. بصوا بقى، هفتح لكم واحده تشوفوا الشوكليت شيبس بقى لما حطيناه تحسوا ان هو يعني حاجه كده تحفه يعني يا جماعه. رهيبه، جربوها وقولوا لي رايكم. وجربوا المعجنات و... واعملوا المعجنات دي على فكره يعني هتوفر معاكم كتير جدا، ومش مش هتخليكم تشيلوا هم الساندوتشات واللانش بوكس والكلام ده كله. خلاص، دي كانت اخر وصفة معانا. ما تنسوش برضو اللايك، بأكد عليكم تاني عشان هنا اللايك بيدعم القناة وبيرفع القناة وبيخليها تقترح. فانتوا كده بصراحة بتبقوا بتساعدوني. شكرا ليكم بكرر، وربنا يخليكم يا رب ليا.
وده كان بقى ايه، ختامها مسك. اشوفكم على خير. باي باي.